في الفيديو بتاع النهارده هقول لك اسوأ 3 عيوب موجودين في الريدمي نوت 12، وبجد العيوب دي ضايقتني جدا طول فتره استخدامي مع الموبايل ده، وكرهتني في استخدامه وكرهتني في شركه شاومي. وعلى فكره العيوب دي كلها اللي موجوده هنا في الموبايل ده محدش هيقول لك عليها غيري انا، فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده. فزي ما انا مظبطك انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تروق عليا كده بلايك كومنت فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن. على فكره بينزل هناك محتوى حصري جامد قوي في الريلز بتاعه الانستجرام، فخش اعمل لي فولو دلوقتي حالا، هتلاقي اللينك موجود تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت. وبس كده خلينا نبدا في الفيديو على طول. اول عيب كارثي في الريدمي نوت 12 وبجد كرهني جدا في استخدام الموبايل ده وهو الاداء بتاعه. فعلى قد ما الموبايل هنا جاي بيعتبر اقوى معالج في الفئه السعريه بتاعته اللي هو السناب دراجون 685، واللي اثبت جمدانه في تجربه الالعاب اللي احنا عملناها، هسيب لك الفيديو ده تحت في الديسكربشن والاي اللي فوق هنا على اليمين. بجد الفيديو ده اثبت لي فعلا ان المعالج هنا قوي جدا في الالعاب، كان بيديني 30 اف بي اس مستقرين من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج، واداء الالعاب كلها سواء لعبه ببجي او كول اوف ديوتي كان مستقر جدا على الموبايل ده. فبصراحه المعالج هنا اثبت لي قوته في حته الالعاب. بس بقى حته التنقل ما بين الابلكيشنز والاستخدام الطبيعي لاي حد لما يجي يشتري موبايل بيستخدمه، وهي ان هو يفتح شويه ابلكيشنز ويتنقل ما بينهم. عايز اقول لك ان واجهه شاومي الموجوده هنا في الموبايل ده اللي هي المي اي 14 واجهه تقيله تقل مش طبيعي. يعني حتى كمان لو انت شخص بسيط وبتحب مثلا تفتح فيسبوك انستجرام واتساب ولا حاجه السوشيال ميديا العاديه خالص وتتنقل ما بينهم، هتلاقي ان هنا في كميه تقل مش طبيعي. والموبايل الواجهه بتاعته بيحصل فيها كميه دروب في الفريمات وكميه لاجات وتهنيجات كده مش طبيعيه بجد يا جماعه. اي تطبيق بجد انت بتفتحه بيقعد كده ثانيه ولا ثانيتين ثلاثه على بال ما يحمل. وفي حاجه غريبه قوي في السوفت وير مأثره برده على البصمه بتاعه الموبايل. المفروض هنا ان السنسور بتاعه بيكون كويس جدا، وعلى فكره السنسور مش بيغلط، بس الفكره بقى كلها ان انا لما بحط صباعي كده على البصمه بستنى شويه وبعدين بيعمل فيد ان كده بطريقه غريبه قوي، والسوفت وير فعلا بيكون مبطئ البصمه. يعني فعليا السنسور بيكون كويس قوي، يعني زي ما انت شايف كده مش بيغلط، وحتى كمان انا ايدي عرقانه شويه كده دلوقتي، بس السنسور فعلا مش بيغلط. بس بص يعني في كميه انيميشن كده غريبه قوي ممكن تحصل معاك وانت مثلا بتفتح انستجرام. بص كده معايا هتلاقي كده ان انستجرام بياخد ثانيه ولا ثانيتين على بال ما يفتح. بص فيسبوك برضو بياخد نفس الكلام. بص ده مش عيب نت، النت سريع جدا يا جماعه، العيب ده هنا موجود في الواجهه بتاعه الموبايل. فبجد العيب بتاع الواجهه ده هيقابل اي حد سواء كان مستخدم بسيط او حتى كمان مستخدم تقيل. ده بالعكس المستخدم التقيل مش هيحس بالموضوع ده علشان هيكون جيمر، فاداء الجيمز اللي موجود هنا في الريدمي نوت 12 هيكون اداء كويس جدا بالسعر بتاعه. بس الاستخدام التقيل بقى والواجهه بتاعه الموبايل التنقل ما بين الابلكيشنز بجد هيكون سيء بطريقه مش طبيعيه، وده اكتر عيب كرهني في استخدامي للموبايل ده، وكمان كرهني في شركه شاومي. احنا كنا في تقدم ممتاز بصراحه في الواجهه بتاعه شاومي، انها بقى ترجع خطوتين 3 4 5 6 كمان والله لورا، دي حاجه مش مقبوله بالمره. بجد انا واحد كمستخدم بسيط خالص عادي جاب الموبايل ده، ان انت تجربه المستخدم العادي دي ما تديهانيش، دي بجد حاجه سيئه جدا من شركه شاومي. انا عايز بس اسالك سؤال، انت مكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب؟ دي بجد هتكون كارثه اكبر من العيوب بتاعه الموبايل ده. فلو انت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب ومكمل الفيديو لحد هنا فانزل دلوقتي حالا نعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا بقى نتكلم مع بعض عن العيب التاني. العيب التاني بقى اللي موجود هنا في الموبايل ده وهي السماعه بتاعته. عايز اقول لك ان السماعه بتاعه الموبايل هنا هي مونو سبيكر واحده مش ستيريو سبيكر. فانت متخيل ان شركه شاومي حطت لك موبايل فيه سماعه مونو سبيكر واحده مش ستيريو سبيكرز؟ انا عايز اقول لك الريدمي نوت 11 اللي قبل الموبايل ده، المفروض الموبايل ده هو التطور الطبيعي بتاعه جايب ستيريو سبيكرز، والموبايل هنا جايب مونو سبيكر واحد. فاللي هو احنا يا شاومي بنتقدم ولا بنرجع خطوه لورا؟ بجد دي حاجه غريبه قوي، وعايز اي حد في الكومنتس يكتب لي دلوقتي حالا تفسير للموضوع ده. عايز اقول لك ان السماعه المونو سبيكر اللي موجوده هنا في الموبايل ده الصوت بتاعها ممتاز، الصوت عالي، في تفاصيل في الصوت، في طبقات في الصوت، بس الفكره كلها ان انت لو كتمتها كده بصبعك خلاص الدنيا خلصت ومش هتسمع اي حاجه. فكان فعلا الموبايل ده ينقصه سماعات ستيريو سبيكرز عشان التجربه الصوتيه تكون في حته ثانيه خالص. في حاجه برده كده ضايقتني جدا وخاصه برده بحوار السماعات ده، وهي منفذ السماعات ال 3.5 ملم اللي موجود هنا في الموبايل ده مش موجود تحت على الشمال، لا ده موجود فوق على الشمال. بجد المكان ده اغرب مكان ممكن اي شركه تحط فيه منفذ سماعات، لان انت كده ده الاستخدام الطبيعي بتاعك للموبايل، دي المسكه الطبيعيه. لو انت هتلعب اي جيم او هتشوف فيديو يوتيوب هيبقى بالمسكه الطبيعيه دي. فانت زي ما انت شايف كده منفذ السماعات بيكون هنا، فانت بتمسك الموبايل كده بتكون اصلا وانت حاطط سماعه المنظر بيكون بشع قوي، وتضطر بقى ان انت ترفع ايدك كده وتعمل كده. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ بجد ما تحط لي يا عم منفذ السماعه تحت هنا اهو، ما هو في مكان فاضي هنا بتحط لي فيه مايك ليه يا عم؟ حط المايك ده فوق وحط منفذ السماعات تحت علشان تقدر تديني تجربه مستخدم اقدر اعتمد عليها. هو طبعا حاجه كويسه جدا ان هم لسه محتفظين بالمنفذ بتاع السماعات، بس خلاص طالما انت حطيت لي ميزه موجوده هنا في الموبايل ده خلاص كمل جميلك بقى في الموضوع ده وحط لي المكان بتاع منفذ السماعات ده صح. مش يا شاومي كده ترمي لي مميزات وخلاص انا كده مش هستخدم منفذ السماعات ده علشان انا اصلا مش بقدر استخدم الموبايل غير كده. العيب الثالث والاخير اللي موجود هنا في الموبايل ده وهي الكاميرات بتاعته. الكاميرات بتاعه الموبايل هنا
بتكون عظيمه جدا. كاميرات 50 ميجا بكسل الاساسيه، 8 ميجا بكسل الترا وايد، 2 ميجا بكسل ماكرو كاميرا، و13 ميجا بكسل الكاميرا السيلفي. بس بعيدا عن المواصفات، فعايز اقول لك ان تجربه الكاميرات بتاعه الموبايل هنا هتكون تجربه كاميرات جباره قوي. ده لو انت بتصور الصبح هتاخد صور فيها كميه تفاصيل الوان ممتازه، الشاربنس بتكون حلوه جدا، الموازنه بين الهايلايتس والشادوز بتكون جامده قوي. لو انت مفعل الاتش دي ار حرفيا الصوره بتطلع ما فيهاش غلطه لو انت بتصور في ظروف اضاءه كويسه او في ظروف اضاءه مثلا الصبح لو انت بتصور اوت دور او كده. بس لما تيجي بقى تصور بكاميرات الموبايل ده سواء الخلفيه الاساسيه او الالترا وايد او حتى كمان الكاميرا السيلفي في ظروف اضاءه مش كويسه قوي او في ظروف اضاءه ضعيفه شويه اندورز مثلا في اوضتك على النور بتاع الاوضه الخفيف ده، هتلاقي ان انت بتطلع صور بكاميرات الموبايل ده فيها كميه نوز مش طبيعيه، الصوره نفسها بتفقد التفاصيل بتاعتها، كل حاجه فعلا بتكون سيئه جدا في الصوره بتاعه الموبايل ده اللي بتطلع من الكاميرات بتاعته لو انت بتصور في ظروف اضاءه مش كويسه. فلو انت فوتوغرافر وعايز تشتري الموبايل ده لازم تصور دايما الصبح، مش هتقدر تصور بالليل او مش هتقدر تصور في ظروف اضاءه وحشه شويه، لان الموبايل هنا هيطلع لك صور كارثيه جدا. وبص لو انت كملت الفيديو لحد هنا فانت اخويا كده وحبيبي، علشان كده هقول لك على عيب رابع كده المفروض ان انا ما اقولش عليه اصلا، او المفروض ان احنا نعديها للموبايل، وهي الشاشه بتاعته. الشاشه بتاعه الموبايل هنا على قد ما هي اموليد 120 هرتز 6.67 انش، الشاشه جامده قوي بجد يا جدعان في الفرجه على الفيديوز والافلام من ناحيه الحجم وكمان من ناحيه الالوان. ولو انت بقى بتحب تسكرول على فيسبوك وانستجرام كتير فعايز اقول لك هنا ان الشاشه طلقه في السكرولنج، بس ينقصها حاجه وحيده وهي الحافه السفليه. زي ما انت شايف كده الحواف بتاعه الموبايل من فوق او من الشمال او من اليمين بتكون حواف قليله جدا، بس الحافه اللي تحت هنا اللي موجوده هنا في الموبايل ده حافه كبيره قوي. هم تقريبا شالوا الحواف كلها من الجوانب بتاعه الموبايل وجمعوها بقى وحطوها في الحافه اللي تحت دي. هو انا بصراحه المفروض اعدي العيب ده للموبايل، بس ده كان برضو عيب كنت لازم اقول لك عليه عشان ضميري يكون مستريح كده. اخيرا بقى تشتري ريدمي نوت 12 ولا لا؟ عايز اقول لك ان بعيدا عن العيوب اللي انا لسه قايلها لك دي، فبجد الموبايل ده هو هيديك اكتر تجربه متكامله في الفئه السعريه بتاعته. سعره هيكون حوالي من 7000 جنيه لحد 8500 جنيه، والسعر ده هيكون كويس جدا بالنسبه للخلطه والتجربه اللي بيقدمها لك الموبايل ده. طب يا تميمي بالنسبه لحوار السوفت وير ده مش هيتحل ولا ايه؟ عايز اقول لك ان شركه شاومي دايما بينزل في الموبايلات بتاعتها السوفت وير بتاع الموبايل بيكون سيء جدا، بعدين بيبعتوا له شويه ابديتس بيحسنوا من الموضوع ده. انا بصراحه دايما بكون واثق في الموبايلات بتاعت شركه شاومي انها في الاول بتكون بتهيس معاك كده شويه، بس تستنى اسبوعين ثلاثه بعد ما تشتري الموبايل هتلاقي فيه سوفت وير ابديت بيحل لك كل المشاكل دي. فلو انت معاك فلوس الريدمي نوت 12 فروح اشتريه وتوكل على الله، الموبايل هيكون تحفه قوي معاه. الا لو في عيب كارثي بالنسبه لك ومش هتقدر تتقبله بلاش تروح تشتري الموبايل ده. اكتب لي برده تحت في الكومنتس ايه رايك في الموبايل ده. وبس كده يا جدعان، كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الجامده دي. وبس، سلام.